أصدقائي المصريين، من زمان وإحنا عارفين إن حضارتنا حضارة عظيمة، ونعرف كمان إن الثقافة المصرية قدرت تستوعب كل الثقافات الجديدة، وقدرت كمان تعلم العالم. بداية من النهاردة هندور على الأصل، أصل الكلمة، أصل العلم، وأصل السلوك. هنعرف أثر الحضارة المصرية علينا وعلى العالم من خلال برنامجنا الأصل. هنشوف لأي درجة إحنا محتفظين بجذورنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا من أصل مصري قديم. الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي المصريين، من زمان وإحنا عارفين إن حضارتنا حضارة عظيمة، ونعرف كمان إن الثقافة المصرية قدرت تستوعب كل الثقافات الجديدة، وقدرت كمان تعلم العالم. بداية من النهاردة هندور على الأصل، أصل الكلمة، أصل العلم، وأصل السلوك. هنعرف أثر الحضارة المصرية علينا وعلى العالم من خلال برنامجنا الأصل. هنشوف لأي درجة إحنا محتفظين بجذورنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا المصرية القديمة. لما تبقي عايزة تعلمي ابنك يقول إنه جعان، بتعلميه إيه؟ أيوة، مام، بالظبط كده. أهو انتي كده بقى اتكلمتي هيروغليفي من غير ما تعرفي، عشان كلمة مام دي أصلها في المصرية القديمة مام بمعنى كل. كمان امبو معناها اشرب، ولما تقولي له تاتا تاتا يعني امشي، فانتي بتحافظي على المصرية القديمة وبتنقليها للأجيال كمان. طب تعالي أقولك بقى، كلمة واوا كمان موجودة في المصرية القديمة، معناها ألم أو وجع. وكلمة كاخ معناها يكي ياي قذارة. كلنا طبعاً سمعنا عن المضاد الحيوي وتعاملنا معاه في حالات المرض وغيره، وده طبعاً بيكون حسب روشتة الدكتور. مننا كمان اللي بيستعمله من غير روشتة، وده بتحذر منه منظمة الصحة العالمية. على كل حال، المضاد الحيوي ده تم اعتماده كمفهوم علمي سنة 1877 بناء على تجارب العالم الفرنسي لوي باستير. لكن اللي عايزين نقوله النهاردة إن المصريين القدماء كانوا بيعالجوا مرضاهم بالمضاد الحيوي ده من أكتر من 5000 سنة. طبعاً ممكن ننبهر وممكن ما ننبهرش، ولكن كانوا بيستخدموا مسحوق العفن اللي بيبقى موجود على العيش في علاج الجروح. وبعد كام ألف سنة نعرف إن العفن ده بيكون عبارة عن فطر البنسلين اللي بيحارب نمو البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض. كان المصريين القدماء سباقين في كل المجالات، وبيعتبرهم العالم أصل علوم وسلوكيات كتير موجودة لغاية دلوقتي. في الحلقات اللي جاية هنعرف أكتر عن أصل الكلام. كنتم مع الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، راديو كامل، محطة على المحطة. محطة على المحطة.